كلمه واحده بس، تروح لمختص، قولي لها روحي كده في قناه اسمها جنه الدنيا مع ايه، هتفيدك وهتظبط لك نفسيتك. تمام، وهتنسي تقولي لها كده. ماشي. بس وخلاص انت كده انسحبتي بطريقه يعني ايه كويسه، وبطريقه راقيه كده يعني. تمام. كتير مننا بينام كتير ويقوم يلاقي جسمه متكسر كده ومش عارف في ايه. كتير مننا برضو بيحب يفضفض. طب هل الكلام ده صح ولا غلط؟ هل الكلام ده يعني عادي نفضفض وعادي جدا؟ ليه ما ينفعش نفضفض؟ او ليه ننام ونقوم متكسر، جسمك متكسر ومش طايقه وتعبانه وعايزه تنامي تاني؟ ليه ده كله ده؟ في حاجه اسمها لصوص الطاقه. يعني ان انت بتملي نفسك باحداث ومواقف ومشاعر سلبيه مليتي نفسك بيها او اشخاص. بصي بقى، لو مليتي نفسك بحاجات ايجابيه وفكرتي في حاجات حلوه وكده، هتلاقي نفسك نفسك كويسه ومطمئنه ومرتاحه. مليتي نفسك بمشاعر سلبيه وافكار سلبيين بتفكر فيهم، ناس يعني سلبيه بتفكر فيها وكده، يبقى كل ده بينعكس على حياتك، سواء حلو وسواء وحش. هنتكلم ان شاء الله باذن الله في الحلقه دي، حلقه مهمه جدا لاي حد في الدنيا بيشكي من حاجه، او بينام وما بيعرفش يقوم، او بيقوم تعبان وبيبقى عايز ينام تاني. باذن الله يسمعوا معايا الفيديو للاخر، حلقه قويه جدا باذن الله. عارفه اقولك على حاجه؟ لما حد بيشكيلك، انت عارفه، هنتكلم بالنسبه للي بيسمع بقى الشكوى. عارفه لما حد بيشكيلك عن حاجه، انت عارفه زي ما تكون بيجيب كيس زباله كده، يعني عافانا الله واياكم، وبيحطوا فيكي كده. عارفه ليه؟ طب اقولك على حاجه، مش لما اي واحده بتكلمك عن مشكله ليها وفي الاخر بتعملك انت بقى طبعا متجاوبه معاها في الكلام، وهي بتتكلم وانت تردي، وهي بتتكلم وانت تردي وكده، وفي الاخر بتقولك ايه؟ بتقولك تصدق ارتحت لما اتكلمت معاكي. طب ما طبيعي هترتاحي، انت كل همك وغمك شايلتهولي ايه؟ ماشي، فطبيعي يعني هترتاحي. تمام. فدي يعني اول حاجه كده ايه بتغير لك مزاجك. التفكير السلبي قبل النوم، اول ما تفكري في اشخاص سلبيين، تفكري في موقف حصل لك، تفكري في اي حاجه ضايقتك، بصي على فكره بتفكري فيها وتنامي، انت كده نمتي. ده انت بتقولي لعقلك طب خد بقى، يلا هو أنا هبقى تعبانه وانت لا، يعني عيشه فل نموت احنا الكل. هتلاقيه بقى عقلك ده بيفكر في اللي حصل والموقف اللي حصل لك وكمان عايزه اقولك على حاجه، في اوقات بتحلمي باللي حصل وبتحلم وبيجيلك كوابيس وحاجات مش كويسه. ليه؟ عقلك الباطن شغال، عقلك شغال بيفكر. فتقومي يا ست الكل تلاقي نفسك متكسره، بل بالعكس ده في ناس بتقوم جسمها وارم او فيها علامات زرقاء وفيه يعني بقع وكده، يعني تقومي تلاقي هو ده بسبب كله ده، بسبب التفكير. بلاش ست ما تفكريش، ما تعمليش. انا عامله حلقه عن التفكير الزايد، وحلقه عن العلاج، حلقه رهيبه، اسمعيها والله هتريحك كده نهائي. بتنسف التفكير الزايد ده للابد. تاني حاجه مهمه جدا، مهمه يعني مش عايزه اقولك مهمه قد ايه، انك تفكر في شخص او في احداث سلبيه، خاصة لو كانوا اشخاص او مواقف او حاجة يعني ايه حصلت معاكي، حاجة سلبية بينك وبين اي شخص، اي حاجة سلبية بينك وبين شخص فكرت في الشخص اللي عايزة اقولك على حاجة. انتي لما بتفكري في نفسك وفي الموقف اللي حصل لك، في نفسك بس، مش بتفكري في حد انا عملت كده او انا ضايقت حد او حد ضايقني، انتي بتفكري في موقف حصل لك. فهماني؟ شوفي نفسك بتبقى بتهبطي كده، بتبقى متضايقه، بتبقى همدانه، مش قادره تقومي تعملي حاجه، متضايقه، مش مالكيش نفس لاي حاجه. طب تعالي بقى كده يا ست الكل، اجيب لك حد تاني كده بطاقته السلبيه، بهمومه، بهمه وغمه، وجاي بيحكي لك، يعني بيشيلك هم على همك. تخيلي بقى، الله القوي والله المستعان. تمام. تخيلي بقى بيجيب لك افكاره السلبيه دي ومواقف السلبيه واللي حصل له، وبيحطها لك، بيحطها جواكي كده. تخيلي بقى طاقتك هتبقى عامله ازاي. تمام.
بلاش تفكري وبلاش يعني ايه. عايزه اقولها لك، بصي جيبها بطريقه تانية. مثلا اي حد يجي يحكي لك موقف سلبي او حاجه، جيبها بطريقه تانية، اللي هو قولي لها ايه. طب انت عايزه توصل لايه في الاخر؟ يعني مثلا عايزه جوزي يكون كويس معايا، عايزه حماتي تقدرني اكتر من كده، انا مش بزعلها، عايزه اختي تسمع لي، او عايزه اختي تقرب مني اكتر، او عايزه اختي تخاف عليا، او عايزه مش عارفه ايه، او عايزه ابويا يعملني معامله كويسه، او عايزه جوزي يحبني اكتر، او ايا كان اللي انت عايزاه. قولي لها طيب انت خلاص عرفتي هدفها ايه اللي هي عايزاه. طب تعالى اقول لك الحل. لو انت عندك معلومه وهتفيديها، مش مشكله اديها المعلومه. لو انت مش واثقه في معلوماتك وخبراتك، قولي لها كلمه واحده بس، تروح لمختص. قولي لها روحي كده في قناه اسمها جنه الدنيا مع آية، هتفيدك وهتظبط لك نفسيتك تمام. وهتنسي تقولي لها كده. ماشي. بس وخلاص انت كده انسحبتي بطريقه يعني ايه كويسه، وبطريقه راقيه كده يعني. تمام. لما تفكري، بدل ما تفكري في الشخص اللي بيضايقك، في الشخصيه اللي مضايقاك، وفي الشخصيه اللي بينك وبينها مشاكل، او كلام من ده، او المواقف اللي حصل بينك وبينها، لا بدل ما تفكري كده، يعني ايه، ابسط حاجه ان انت تقولي اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. هي مش عارفه نيتك ايه، يعني الاعمال بالنيات، والنيه دي ربنا المطلع عليها. هي مش عارفه نيتك ايه، هي فهمت الموقف غلط، فتعاملت معامله غلط، فقالت كلام غلط. ستي عايزه اقول لك اريحك، اشفقي عليها، واللي ربنا يهديها ويسامحها على الكلام السلبي اللي قالته، واللي خدت عليه سيئات. لان هو ربنا بيقول يعني ومن احسن قولا، يعني ربنا امر ان احنا نقول كلام، فليكن خيرا او ليصمت. تقولي كلام كويس ما تتكلميش، اشفقي عليها، واللي ربنا يهديها ربنا يسامحها. يعني قالت لي كلمتين كده، انا ما اتضايقتش، بس هي خدت ذنوب. ولما هي اصلا قالت لحد، يعني انا ما هتضايقش، انما لو قالت لحد تاني واتضايق وتاثر بكلامها، فهتدخل في الحديث اللي هو احب الاعمال الى الله ادخال السرور على قلب اخيك المسلم. اما يبال بقى هي بقى هتعمل العكس، هتدخل الحزن والكآبه والضيق والخنقه على ايه، على حد تاني. فهي اكيد انت نفسك بالعكس، انت اللي تبقى مرتاحه، هي اللي تبقى متضايقه عشان الذنب اللي شالته بالفعل اللي عملته ده. فانت ما تزعليش ولا تتضايقي ولا اي حاجه خالص. نصيحه اقولك على حاجه، يعني قبل ما تنامي فكري في الموقف اللي حصل لك معاكي وهو انت والشخصيه اللي متضايقه منها دي. فكري في الموقف ايجابي، ما تفكريش في اللي حصل وسلبي، لا فكري في الموقف ايجابي. عارفه اقول ايه؟ قولي يعني اعكس الموقف، هي قالت لي كده او عملت لي كده، تلاقيها ما كانتش تقصد، تلاقيها ما كانتش مركزه هي بتقول ايه. تلاقيها يعني ده هي كويسه وغلبانه ومش عارفه ايه، بس ايه، ما كانتش واعيه للي هي بتقوله. فكري فيه، قولي ربنا يهديها، هي اللي هتتحاسب. انا ازعل ليه؟ انا خدت حسنات، انا ازعل ليه؟ انا اتضايق اتاثر ليه؟ تمام. عارفين بقى اللي بيشكي، مش اللي انت اللي بتسمعي، لا اللي بيشكي بقى ده، عارفه ماله؟ بيبقى عنده مشاكل كتير طبعا. الشكوى دي بقى، شوفي بقى الذنب اللي بتشكي دي هتاخده 100%. الشكوى دي بتبقى نميمة وغيبة، غيبة ونميم، بتفشي سر او ستر عن الشخص اللي بتحكي عنه، سواء جوزك، سلفتك، حماتك، جارتك، ايا كان، صديقتك اللي بتتكلمي عنها دي. بتفشي سرها، بتكشفي ستر ربنا عليها. فدي حاجة يعني، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخر، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بدل ما تفكري في اللي حصل والموقف وكده، او اللي هي اللي بتشكي دي، بدل ما تشكي يا ستي، بدل ما تشكي وتفكري، فكري في حل للمشكلة دي. يعني مثلا واحدة، يعني صاحبتي، حتى لو مثلا معاملة سطحية، ايا كان، اي حد قريب، قريبي او كده، اي حد. واحدة مثلا بعتلي رسالة وبتقولي انا عايزة اتكلم معاكي، فقلت لها اتفضلي. بتقولي عايزة اكلمك في موضوع وكده يخصني وكده يعني. فاللي انا استغربت له ان انت ليه اخترتيني، وكمان معرفة سطحية زيك، الله يسلمك، فما فيش اكتر من كده. فلقيتها بتتكلم في موضوع خاص. فالمهم يعني عادي، انا اتقبلت الموضوع واتكلمت وقلت لها تعملي كذا وما تعمليش كذا والكلام ده كله. فتيجي في الاخر ايه،
تقول لي والله ارتحت معاكي، ربنا يبارك لك، ربنا يزيدك، ودعوتين حلوين. انت عارفه انا مش زعلانه ان هي رمت همها عليا، انا كده كده بطبيعتي اخدت قرار السعاده، فخلاص مش هتاثر بحاجه. بس اقصد ان في ناس يعني ربنا يعافيهم يا رب كده، ويوصلوا للحاجه الجميله دي، ان هم ما يتاثروش. اي حد يشكيلك حاجه عادي تقبلي، بس انا بقولك ايه اللي يعود عليكي يعني او كده. تعالى بقى اقولك الحل يا اللي بتشكي انتي. انا عايزه اقولك على حاجه كل واحد اللي فيه مكفيه، تمام؟ بس ايه، بس مش كله طبعا، يعني اللي مع ربنا عايش روقان، عايش جنة الدنيا فعلا والله. طب عايزه انت بقى حل؟ تعالى اقولك. دي مثلا، ما انت اصلا والله ممكن تتكلمي مع حد يضايقك بالكلام، يقولك انت اللي غلطانه، مش هيريحك، ده بالعكس ده هيضايقك اكتر، ويقولك ما انت السبب في اللي انت، ما انت تستاهلي، وكلام بصي هيقطمك، هيقطم فيكي كده، مش هيديكي حاجه حلوه، الا لو انت اخترتي الشخص الصح اللي انت عارفه ان انت بترتاحي معاه، او اهل الذكر، الناس المتخصصه في كده. تمام يا جميله؟ طيب تعالى اقول لك بقى على الحل كده. بصي، افتكري الموقف في اللحظه. عايزه تفتكري وعايزه تفكري، فكري يا ستي، اسمح لك في اللحظه دي بس تفكري، بس تفكري. عيطي، بصي عيطي وافتكري الموقف لاصعب الحدود، وعيطي عيطي عيطي. عارفه يعني كل الهدف من الموقف ده انك ترتاحي. اول ما تعيطي وتبكي، ابكي، عيطي وعيطي وعيطي، وبعدين بقى روحي خدي لك دش ميه ساعه كده هيظبطك، وبعدين اطلعي العب رياضه، ارقصي يا ستي في بيتك، ارقصي عادي ما فيهاش اي مشكله. آه رابع حل بقى، في آية بتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. خلي بالك، مش عايزة أقولك هي الآية دي مش بتاع الموت بس، لا، احنا اللي ربنا اللي خلقنا وراجعين له تاني. اقعدي في بلكونتك كده، اقعدي فوق السطح، اقعدي في اي مكان عايزة، قدام بيتك كده يعني، اي في مكان يعني، مثلا عندك سور جنينة جوه كده البيت، اقعدي فيها، معاكي ربنا بقى في السما فوق، وجو معاكي جميل، في الجو اللي احنا فيه، الجو حلو دلوقتي، واتكلمي مع ربنا بقى، احكي له واتكلمي معاه، ويا رب انا اسفه يا رب، يعني لو كنت عملت ذنب انت جازتني بيه باللي انا فيه ده دلوقتي، او بالشخص اللي اذاني ده، سامحني يا رب. بصي افتكري ان كل امر المؤمن، ان امر المؤمن كله له خير، امر المؤمن كله كله خير، ماشي؟ خامس حاجه، تزكي نفسك بقى، اتعلمي، اتعلمي حاجه تفيدك، وبقولها كتير. اقعدي كده مع نفسك في وقت تكوني رايقه فيه كده، واقعدي اكتبي اهداف، انا عايزه كذا، وعايزه اعمل كذا، وعايزه اعمل كذا، عايزه احفظ قران، عايزه اتعلم اللي هي في العلاقات الاسريه مع اولادي، عايزه اتعلم في العلاقات الزوجيه مع جوزي، عايزه اتعلم في اللي هي ايه، الطرق السريعه لتنظيف البيت، الروتينات في البيت، روتين يومي وروتين اسبوعي، عايزه اتعلم فن التعامل مع الناس، اللي هي العلاقات الاجتماعيه، ازاي اكون محبوبه، ازاي اكون مش عارفه، ازاي ارضي ربنا، ازاي امشي للطريق الصح ويكون ربنا راضي عني، ازاي، ايه العلامات اللي تخلي ربنا راضي عني، اللي تحصل لي يعني يكون ربنا راضي عني. بصي اتعلمي بقى وابحثي، وسيبك من الكلام الفاضي ده كله، ارمي ده كله، ده وراكي، تخليكي بصي للي قدام، هتبقى ايه، هتنسي الكلام الفاضي ده. مش بصي، لو فكرتي في الماضي هترجعي لورا، فكري في اللي جاي. تمام يا جميلة؟ اسمعي ايجابي، وتكلمي كلام ايجابي، كلمي كلام كويس، قولي لاي حد كلام حلو، عكس جوزك يا ستي. ايه الجمال ده، ايه القمر ده، ايه العسل ده، عكسي والله، بينه ان هو هيبقى مبسوط بكلامك، ومنه ان انتوا دخلت السرور على قلب اخيك المسلم، فهتاخدي حسنات، خديها بالنية دي. اخر حاجة معانا النهاردة، الروح. اللي عايش مع ربنا هادي كده، ومطمن وايجابي ومتفائل. اللي مش عايش مع ربنا هتلاقي حياته غم وهم ونكد وحزن وكآبة، وبص كده متدمر كده نفسيا. خليكي استمدي كل حاجة من المصدر. مين المصدر؟ اللي هو ربنا. عايزة حد يحبك، عايزة تكوني محبوبة، طب روحي لربنا واتعاملي معاه، واعملي ايه الحاجات اللي خلي ربنا يحبني واعمليها، ولما ربنا يحبك هيحبب فيك خلقه. تمام؟ استمدي الطاقة والسعادة من ربنا. يا رب ايه الطريق اللي امشي فيه يزيدني سعادة، ويزيدني نعيم، ويزيدني ثقة في نفسي كده، ويزيدني جمال، ويزيدني راحة نفسية، ويزيدني حاجات جميلة قوي كده يا ربي، واكون مطمن. عارفة يعني اللي هي الجانب الروحاني ده، عارفة زي ايه كده؟ زي ان انتي بتغذي روحك
طاقة 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 بتغذيها، لان انت من غير الطاقة، شفت العربية بتمشي من غير بنزين؟ لا، هو ده بقى البنزين. غذي نفسك وغذي روحك، وانسي وفكري بس في الحاجات اللي انت عايزة تعمليها وفي اهدافك، وخليكي ايجابية وخليكي متفائلة يا جميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.